لما يقول لي كدبه من الكذب اللي دايما بيخترعه، ما هي كل حاجه بانت خلاص. وما تنسيش اني كنت راجل زيه في يوم من الايام. انا عارفه تصرفاتي كويس قوي. كل الرجاله بتعرف تخترع مبررات وحجج، انت بس يا جريس اللي رومانسيه قوي زياده عن اللزوم. بص بقى، انا هقول لك حاجه واحده، كان لازم يبقى قاعد في بيته بيعصر دماغه من التفكير عشان ياخد قرار في علاقتنا. لكن سعاده البيه بدل حضرته ما يعمل كده راح يتفسح مع الهانم عشان انا طلعت راجل. كل الرجاله كده. انتي بس اللي غيرانه وغيرتك واضحه، لازم تتحكمي في اعصابك شويه. لا اهدي. مش انا اللي غيره ايه اللي بتتكلمي عنها؟ انا هوريه كده بقى، هو اللي ولعها نار ما بينا. هعمل ليمون يهديكي. ايوه لو سمحتي. انت بتعملي كده ليه؟ في صحتك، في صحتك. هو انت ليه مصرة دايما تقعدي تجري مني كل شوية؟ قولي لي. ها يا روحي، ده دلع ستات بنعمله عشان تجري ورانا. المفروض تفهم منه اني بحبك انت وبس. قلبي عمال يدق بسرعة، وده نفس الإحساس اللي حسيته يوم قابلتك أول مرة. أنت فاكر عملت إيه من كسوفي؟ كان يوم حلو قوي في حياتي. لازم تفهم كويس إنك أهم حاجة ليا في الدنيا. أرجوك اوعى تسيبني يا أجيرة، أرجوك. حطيتي لي إيه في الأكل؟ ولا حاجة يا روحي. إحساس حلو إنه يبقى في حد بيحبك قوي ودايما واقف جنبك في كل حاجة ويحبك مهما عملت. أنا عملت كل ده عشان خاطرك. أنت فاهم قصدي؟ أنا مش فاهم حاجة ومش عايز أفهم أي حاجة. أنا كفاية عليا إن أعرف أعيش في الجو الرومانسي بتاعك ده. أنت بتبصي لي بصات غريبة كده ليه؟ ها؟ الدرينك؟ ماله، في حاجة غلط؟ أوه نو. ولا شكلك تقلتي في الدواء بتاعك؟ لا طبعا ما تقلتش في الدواء. أنا طول عمري بحب أحافظ على صحتي. أنا مش فاهمك، شكلك كده زي ما تكوني اتجننتي يا كارولا. عادي، أنا طول عمري مجنونة، ما أنت عارف كده كويس. أنا بس عايزة أتكلم معاك في موضوع مهم بالنسبة لي. إيه اللي أنت بتعمله ده؟ أنت كده هتفضحنا قدام الناس اللي موجودين هنا. وإيه الغاغة الفاضية اللي أنت عاملاها دي؟ أنا حاسس إن في حساسية في رجلي، أنا لازم أروح الحمام. طب روح يا حبيبي. ده خلاص هيجنني. ألو؟ ماشي، حلو قوي الكلام اللي بيعمله ده. سايبني وقاعد معاها لوحديهم قاعدين لوحديهم. انت فاهمه انا قصدي ايه دلوقتي؟ مين اللي مع مين؟ مع كارولا. هكون بتكلم عن مين يعني غير أجيرة؟ هي الوحيده اللي عارفه تشاركني فيه. انا مش عايزه غير ان اكون معاه وبس. ايه اللي يخليها ترد على تليفونه؟ هي قصدها تغيظني يعني؟ ايه اللي يخليها تمسك تليفون أجيرة؟ مشغول لدرجه انه ما شافش ان انا اللي بكلمه في التليفون؟ شويه كارولا وشويه جريس وحضرته عامل هارون رشيد. انا كنت برد عليه على طول. ما انا كان قدامي رجاله كتير قبل ما اشوف أجيرة. كان قدامي بوجي ومارتين، انما انا هبله قوي سبت كل دول. لكن حضرته مش مقدر حاجه من اللي بعملها له. تفتكري هما ليه مع بعض دلوقتي؟ ممكن يبقى في موضوع خاص ما بينهم. مفيش حاجة، مفيش أي مواضيع ما بينهم خالص. وحتى لو في حاجة زي دي بيخلصوها في التليفون. في حاجة بتحصل من ورايا مش عارفاها. وحاسة إنه قاصد يعمل كده عشان أغير. عم فالنتينو ده حتى مرضيش يسمع كلامي ويطلقها. طلبتها منه مرة واتنين وتلاتة وبيتهرب مني. مش عايز يطلقها، مش عايز. أعمله إيه ده؟ هو انت غيرانه؟ ايوه طبعا غيرانه قوي. هطق من الغيره وممكن اعمل اي حاجه في الدنيا لو فكر يخوني. وما اظنش ان دي حاجه ممكن تعبني خالص. صح. خلاص بقى، النهارده يوم الغيره العالمي. اهدي. انا هقولك على حاجه، لو شفتها قدامي هيكون اسود يوم في حياتها. هاكلها بايديا واسناني. لولا كانت هتفضح السر اللي ممكن يهدي صاحبتها ويريح بالها على الآخر. بس ضميرها عمره ما كان هيسمح لها بحاجة زي دي، لأنها من أيام ما كانت لالو وهي بتحافظ على السر. أصل العيب كان في الكوع. أهلا بالخاين. نعم. خاين. أنا؟ أيوة كذاب. خاين؟ وخنتك في إيه بقى؟ ها؟ أنا مش فاهم حاجة. أنت بتتكلم جد؟ أيوة بتكلم جد، مش فاهمك. فعلا؟ أيوة أنا شايفاك خاين. طب قولي لي ليه؟ مش اتعشيت مع ناتاليا؟
ولا انت هتنكر انك اتعشيت مع ناتاليا وفاكرني بقى ايه هصدقك؟ التهريج اللي انت بتقوليه ده؟ انا ما رجعتش لناتاليا خالص، ناتاليا مجرد زميلتي. انت كمان هتكذب عليا؟ طب لا. قول لي انت على لا الحقيقه. ما عنديش حاجه اقول لك عليها، وكمان كل اللي اعرفه ان في حوار متعلق ما بيننا لازم يخلص النهارده. انا مش خاين وما تقوليهاش تاني، اوكي؟ هنتكلم النهارده بالليل. كويس، هايل يلا، قوي. بعد اوكي إذنك. عشان ماشي ممتاز. ورايا شغل كتير هنتكلم قوي. بالليل. وشكرا قوي على الاتهامات اللي انت بترميها عليا. يا ريت تتاكدي قبل ما تغلطي في الناس. فاكو قول لي، انت ما خنتنيش؟ لا. شيلي الملفات دي من هنا لو سمحتي. عايز حاجة تانية يا فندم؟ حبيبتي من فضلك تسيبينا لوحدنا دلوقتي؟ انتي متسمره كده ليه؟ ما سمعتيش الهانم قالت لك ايه؟ لا لا يا فندم، أنا آسفة. تيو ايه اللي بيحصل؟ انا اتصلت بيك مليون مره ما ردتش عليا ليه؟ انت بتعاملني كده ليه؟ عشان مش عايز اسمع كذب تاني في اي موضوع يخصنا. هو مين اللي قالك ان في كذب اصلا؟ هو انا كدبت عليك قبل كده يا عايزه تقولي تيو؟ لي انك لما دريتي عليا ان ناتاليا تبقى بنتي ده ما يبقاش كذب وخداع؟ تيو انا حاولت كتير اقولك على الحقيقه بس ما لقيتش الوقت المناسب، كان الموضوع صعب. صعب؟ انت بتتكلمي جد ولا ايه؟ ايه؟ وقفي التمثيليه البايخه دي، انت كده بتشككي في ذكائي وانا مش ارجوك هسمح لك اسمعني وما تعملي كده تعمليش ابدا. كده. قولي لي انت المفروض اعملك ازاي؟ انت مش شايفه انك عملتي عمله مش ممكن حد يقدر يسامحك عليها ابدا؟ انت لو عندك شويه دم المفروض تمشي من قدامي وما تورينيش وشك ده تاني. امشي احسن لك، مش عارفه امسك اعصابي، هتهور عليكي، فاهمه؟ انت بقيتي طرشه. ممكن تقولي لي إيه اللي حصل لك ده؟ اسمعيني يا حبيبتي، انا مش هقدر اتكلم، بس اكيد هيجي يوم وهتعرفي في لا، اللي حصل من غير ما انا اتكلمي. اقول. انا ماليش دعوه بالموضوع ده، في لا، ناس هم اللي عملوا لا. كده وهم السبب في كل المشاكل اللي بتحصل هنا في المجله مين دي. هم اللي عملوا كده؟ وإيه الموضوع انا ماليش أصلا؟ دعوه وإيه اللي بالموضوع خلاهم ده، روحي يضربوك اسالي كارولا، بالشكل هي اللي ده؟ عارفه كل حاجه. ماما هي اساليها. اللي ضربتك؟ ايوه، مين غيرها؟ ولو ما جاوبتش عليكي ممكن تروحي تسالي تيو او اجيره عشان الموضوع يخصكم انت كلكم بتلمحي لإيه؟ لو عندك معلومات قولي لي عليها، اهدي واحكي لي الموضوع. قلت لك روحي اسالي مامتك او اجيره حبيب قلبك. ها، هم دول اللي ايه اللي تساليهم، يخلي في موضوع يجمع بين ماما وبابا ويبقى متدخل فيه تيو ده؟ هم اللي عندهم الاجابه، بس خدي بالك بقى من تيو عشان هو الوحيد اللي ممكن انت كده يستغل الموقف بتعصبيني كله. ومخلياني متوتره. ممكن تشرحي لي الموضوع ببساطه؟ اسالي كارولا، روحي اساليها يلا. ناتاليا قسم التصوير بيبعتوا صور وحشه قوي، ممكن تروحي انا تتاكدي مشغوله بنفسك. دلوقتي، في موضوع مهم لازم اخلصه الزمي الأول. حدودك، انا مديرتك هنا، اتفضلي روحي شوفي شغلك يلا. وانت كمان قولي لي ايه ده؟ اسمعيني، لو عايزه عينك التانية تفضل سليمه يبقى لازم تمشي وتروحي تشوفي شغلك، وخدي بالك من الكلام اللي بتقوليه هنا في المجله، فاهمه؟ يا فندم، برديس باردو اتصل 3 مرات لغايه دلوقتي. شايفه شغلك ها؟ استاذ برديس برضو، حاجه جميله قوي ان اسمع صوتك. شكرا، كل حاجة بقت تمام في المجلة. عايزك تقول حاجة مهمة قوي لأجيرة، قول له إن مبيعات العدد الأخير للمجلة بقت خيالية، وده كله عشان نرجع الموظفين القدام. وقول له كمان إن عايز أزود حصة المجلة وأزود استثمارها في السوق، وممكن كمان أعمل لها أسهم كتيرة في سوق البورصة. العدد اللي جاي هيبقى فيه مفاجأة جامدة قوي قوي. هايل قوي يا فندم، انا هقول له حالا في لحظه ما اقفل معاك. ده شكله هيقوله دلوقتي، مش عارفه اعمل ايه في الموضوع ده، لازم الحقه. هي فين ماما؟ إيه مامتك؟ هي مشيت من الناحية دي، راحت لمكتب انت ما تعرفيش حاجه؟ حاجة ايه؟ حاجه من اللي بتحصل. ما اعرفش حاجة. ما تعيشيش عليا دور كاتم اسرار اجيره عشان انا ابقى بنته. أسرار احسن لك إيه؟ انك ما تكدبيش. ناتاليا بنتي حبيبتي الزعابيب ماليه وشها انا مخنوقه قوي. وكمان مخنوقه. ايوه، عايزه اعرف ايه اللي بيحصل. بتتكلمي عن ايه يا حبيبتي؟ انا مش فاهم حاجه. في تلميحات سمعتها كده بتقول ان في سر يخصك انت وماما وتيو، وانا مصره ان اعرف ايه هو السر اللي مخبيينه عني.
هبقى كده واقفة على طراطيف صوابعي لدرجة ان كعب رجلي مش هيلمس الارض خالص. الستات دول بيتعبوا. في ايه؟ انت كويسه؟ ايوه انا كويسة، انت اللي مالك فيه ايه؟ لا مفيش حاجه، انا جاي اقولك على قراري.